السلام عليكم. اخواتنا المحترمين وابائنا واخواتنا الكبار اللي يقعدوا في المساجد ليل ونهار. انا مش عارف هم بيبقوا رايحين يصلوا ولا رايحين يقطعوا في جدة الناس، مع احترامي لهم يعني اكترية الجوامع دلوقتي بقى فيها ناس ممكن تلاقيهم قاعدين قبل الصلاة بساعة. والمشكلة ان هم قاعدين بيتكلموا، ما بيتكلموش في امور دين. يعني حتى لو بيتكلموا في امور دين هنقول ماشي، انما كل واحد ماسك ودن التاني وعمال يقطع في جتة حد، او عمال يتكلم في الشؤون الدنيوية. الجامع ده معمول يا جماعة للصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ده مش كلامي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ف والله أنا بس مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. يعني احنا رايحين نتقرب لربنا وندعي ان هو يتقبل مننا، فنخليها للعبادة بس. يعني اروح اصلي فرضي، لو في مثلا مشكلة دينية او استفسار ديني ممكن اسأل امام المسجد عليه. انما مش كل اتنين تلاتة ماسكين ودن بعض دو 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 دو. ما ينفعش. ما بنتكلمش احنا في امور دنيوية في الجامع. محدش يزعل مني، انا مش بخص حد بعينه والله، بس اللي انا شايفه ان الموضوع ده كتير قوي. فيا ريت يا ريت، لان انا بحبكم قوي والله، بحب الناس الكبيره جدا، وبحترمهم وبقدسهم جدا، لانهم بيفكروني بوالد الله يرحمه. فيا ريت يا ريت الجامع على قد العباده، ملناش دعوه بالامور الدنيويه. الامور الدنيويه نطلع نقولها بره، لكن المسجد للعبادة. نخلص فرضنا، نتكل على الله، نختم الصلاة. لكن اللي أنا بشوفه غير كده خالص. متزعلوش مني والله، أنا ما أقصدش حاجة، بس أنا بحبكم في الله. فيا ريت الموضوع ده نحاول نخفه أو نحاول نمنعه خالص. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.